بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد، بس قبل اي حاجة اذا سمحتوا اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك وشير علشان اقدر اخلص طلبات اليوتيوب، واكون شاكرة فضل حضراتكم قوي لو عملتوا لي تعليق، اكون متشكرة قوي. النهاردة في الفيديو اتقفلت خلاص الستارة على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وهو كمان حصلها. النهاردة تم تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل الساعة 6 الصبح في جمصة، في سجن جمصة. ودلوقتي الجثة بتاعته أو جثمانه في المنصورة، مستشفى المنصورة الدولي، منتظرين أهله علشان يجوا ياخدوه يدفنوه. محمد كان اترفض الالتماس بتاعه وكل حاجة، وفي سرية بقى تم تحديد اليوم بدون معرفة حد، في حضور المسموح ليهم بالحضور قانونيا بس. وتم تنفيذ حكم الإعدام. آه، يعني انا طبعا انا هقول لكم على حاجه. انا كنت زعلانه جدا جدا من محمد عادل ان هو قتل نيره، لان البنت يعني خلاص كان موقفها واضح، انا ما بحبكش، كان مفروض ان هو يبعد عنها علشان يجنب نفسه واسرته كل المشاكل اللي حصلت لهم. وكان لو من الاول ان هو وافق على كده ما كانش هم هيقهروه وهيكتبوه صلات وحاجات زي ما هم بيقولوا، وكان خلاص الموضوع هينتهي. لكن هو اصر، فهم ضايقوه، فهو انتقم من نيرة، وبقت القضية قتل مع سبق الإصرار والترصد، وكلنا عارفين من قتل يقتل ولو بعد حين. بس أنا لما سمعت الموضوع بصراحة أنا دمعت واتأثرت. اتأثرت لأن دي كان قصة اتنين، يعني ما كملوش 22 سنة، واحد قتل التانية. يعني هي ماتت وهو حصلها، ومفارقات القدر ان نيرة عادل توفت السنة اللي فاتت في 2022 يوم 20/6، وهو النهاردة مات أو توفى يوم 14/6، يعني فرق بينهم 6 أيام. يا ترى يعني في حب يعني الحب يستاهل كده؟ أو في حد يستاهل إن حد يموت نفسه عشانه؟ وخصوصا لو الحد ده مش عايزه أصلا. ف هو كل شيء نصيب، وفي الأول وفي الآخر الناس بقى تهدى، اللي كانت مع محمد عادل أو اللي كانت مع نيرة يترحموا عليهم هما الاتنين، لأن هما دلوقتي بقى بين إيدين ربنا. ويعني برضو ممكن يبقوا عظة لأي اتنين بيفكروا يرتبطوا، لو ما حسوش ان هم هيرتاحوا مع بعض الافضل ليهم ان هم يسيبوا بعض. وما فيش واحد فيهم يفرض نفسه على التاني عشان ما يبقاش موضوع محمد عادل ونيرة يتكرر. وربنا يصبر اهل ده ويصبر اهل دي. آه، مش نقدر نتكلم غير ان احنا نقول يعني برضو يا محمد انت يعني موتها بطريقة فظيعة، وفي شهود كتير جدا جدا احنا يعني ما كناش نعرف الكلام ده كله شهدوا عليك، واصحاب محلات وغيره وغيره، والمحاضر اللي كانوا عاملينها لك ان انت كنت بتضايقها وكده. فيعني لا انت استفدت حاجة بالحب ولا هي استفادت. مفيش حاجة اسمها انت لو مش بتاعتي مش هتبقى بتاعت غيري، ولا هي برضو ما في ستات بتنتقم برضو من الرجال وبتقتلهم برضو. ف ربنا يصبر اهله اللي لسه هيسمعوا او ممكن يكونوا دلوقتي وصل لهم الخبر، لان كان الموضوع طبعا في التكتم عشان مش عايزين قلق وكلام من ده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. وانا مش عايزه حد لا يشمت في نيرة ولا يشمت في محمد عادل. الاتنين بقى عند ربنا، وربنا وحده هو اللي بيحاسب، وهيحاسبك وهيحاسبني وهيحاسب الناس كلها. والحمد لله على كل شيء، وربنا يصبر الجميع بإذن الله.
وده كان الفيديو بتاعي النهارده. معلش انا يعني بتهته وبلخبط شويه، لان فعلا انا يعني انا اتضايقت. انا كنت متوقعه طبعا ان اللي هيحصل، بس سنه كلنا قاعدين على اعصابنا ايه اللي هيحصل. طب لو هو ما اتعدمش، طب اهل النير هيبقى موقفهم ايه؟ طب لو هو اتعدم، اهله هو هيبقوا موقفهم ايه؟ وكان ممكن نبقى في غنى عن الكلام ده كله، ان هو خلاص يستعوض ربنا، هي مش عايزاني خلاص، وهي ما تلعبش بمشاعره، وكانت زمانها هي عايشه وهو عايش. بس دي اعمار واقدار، وربنا يصبر الجميع. واتمنى بقى الناس كلها تهدى، ما يعملوش بقى ايه فتن بقى، دول ضد دول ودول ضد دول، عشان البلد والدنيا مش ناقصة. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واشكر حضراتكم على حسن استماعكم، ونسألكم الفاتحة للاتنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والتعليق الجميل، وأشكر حضراتكم. سلام عليكم.